شيعة البحرين جاي يتعرضون لإبادة كارثية. قبل أسبوع سيطرة أمنية اعتقلت الشهيد محمد الموسوي برفقة الرادود أحمد الموسوي، والسبب إن هم منطين لايكات لصور السيد الخامنئي، يعني لا ناشرين ولا معلقين، مجرد منطين لايكات. تخيل سيطرة أمنية توقفك وتفتش موبايلك منطي لايك أو لا. تخيل أنت مسجون 12 سنة ومن تطلع من السجن يقتلوك على مود لايك. النظام البحريني سلم جثمان الشهيد لوالده وطلب من عده يتكتم عن الموضوع إعلاميا ويدفنه بنفس اليوم، وإذا شيعه راح يقتلوه وراء ابنه. لكن اللي صار بالتالي شعب البحرين كله حضر التشييع. كذلك الرادود جعفر القشحمي تم اعتقاله قبل أيام وللآن ما حد يعرف عنه أي خبر. كلامي موجه للشعب العراقي، لازم نساعد أخواننا البحرينيين بأي شكل من الإشكال حتى لو إعلاميا، حتى نحافظ على حياتهم من الإبادة اللي جاي تصير، لأن الموضوع أكبر من جريمة قتل، الموضوع إبادة ممنهجة. الأخوة المصورين وصناع المحتوى العراقيين، صديقنا سيد باقر مصور بالعتبة الحسينية أيضا تم اعتقاله قبل أيام، أوضاعه كلش مو تمام ومن المحتمل ينحكم إعدام لأن هو صور القواعد الأمريكية أثناء القصف. لذلك اخذوا الموضوع بجدية ولا تقصرون بالإعلام.